قصص أطفال قبل النوم. قصة الزرافة الطيبة والشبل الشقي. تأليف وأداء إيمي مصطفى. كان يا مكان في غابة جميلة مليانة أشجار وزهور ملونة. كانت الحيوانات عايشة في سعادة وانسجام. الأسود بتلعب مع الغزلان، والقرود بتتنطط فوق الشجر، والفيلة بتلعب في النهر. بس كان في حيوان واحد حاسس بالوحدة والحزن. عارفين مين؟ الزرافة لولو. لولو كانت طيبة قوي وحنونة، بس المشكلة إن جسمها كبير ورقبتها طويلة قوي. ده كان بيخلي باقي الحيوانات يخافوا منها. كانوا فاكرين إنها ممكن تدوس عليهم من غير ما تقصد، أو إن رقبتها الطويلة هتغطي عليهم الشمس. كانوا بيهمسوا ويقولوا: يا ساتر، دي ضخمة قوي، ازاي هنتصاحب عليها؟ كانت لولو بتسمع الكلام ده وتحزن قوي، وكان نفسها تبقى صاحبتهم ويلعبوا معاها. في يوم من الأيام كان في شبل صغير اسمه فلفل بيجري ورا الفراشات الملونة. فلفل كان شقي حبتين، فضل يجري ورا الفراشات الجميلة لحد ما طلع شجرة عالية قوي. فضل يطلع ويطلع من غير ما يحس إنه باعد عن الأرض. وفجأة فرع الشجرة اللي كان واقف عليه فلفل بدأ يتكسر. الشبل الصغير صرخ بخوف: الحقيني يا ماما، أنا بقع. كل الحيوانات جريت وقفت تحت الشجرة وهي مرعوبة ومش عارفة تعمل ايه. الأسد ماما كانت بتصرخ وقلبها مرعوب على ابنها. لكن في اللحظة دي مين اللي جري بسرعة ناحية الشجرة؟ صح، كانت الزرافة لولو. لولو وقفت جنب الشجرة ومدت رقبتها الطويلة قوي لفوق، وفي اللحظة دي الغصن بدأ يتكسر. بس قبل ما فلفل يقع على الأرض، لولو حطت راسها الكبيرة تحته بالظبط. نزل فلفل على راس لولو، وبعدين اتزحلق على رقبتها الطويلة لحد ما وصل للأرض بأمان وسلام. مامة فلفل جريت عليه وحضنته جامد وهي بتعيط من الفرحة. كل الحيوانات سقفت للولو وشكرتها بصوت عالي. شكرا يا لولو، أنقذتي فلفل، انت شجاعة قوي. علشان كده يا حلوين، ربنا خلقنا مختلفين. فينا الطويل وفينا القصير، وفينا اللي حجمه صغير واللي حجمه كبير، علشان نكمل بعض مش نخاف من بعض. ومن اليوم ده محدش بقى بيخاف من لولو تاني. عرفوا ان جسمها الكبير ورقبتها الطويلة دي مش حاجة تخوف، بالعكس دي كانت سبب في إنقاذ فلفل. لولو بقت أحسن صديقة لكل حيوانات الغابة، وكانت بتلعب معاهم وتساعدهم بكل حب وطيبة. ولغاية هنا الحدوتة خلصت، حلوة مش ملتوتة. وتصبحوا على خير يا حلوين.